عمري ما هابقى كويس وانا رافض حته من نفسي، وان انا اكون مش كويس دي حته اساسيه من بشريتي وفطرتي. فالشعور الوحش انا لازم احسه، ولو ما وافقتش وفتحت له الباب هو عامل زي العيل الزنان، هيطلع في كوابيسي، هيطلع في جسمي، هيطلع في اعصابي. فالاحسن ان احنا نفتح له بالادب. وانا في وجهه نظري مفيش حاجه اسمها مشاعر سلبيه. المشاعر كلها جايه تحميني وتاخد بالها مني وتديني رساله. طب ازاي افتح له بالادب؟ 3 حاجات. اول حاجه اوافق اصلا ان انا مش كويس واسال نفسي انا بجد حاسس بايه. تاني حاجه، مهما كانت الاجابه وحشه، حاسس بغيره، حاسس بحقد، حاسس بغضب، حاسس بحزن، افاليديت لاني بشر. افاليديت مش معناها ان انا اوافق، ومش معناها ان انا عندي حاجات اعملها عشان اتعامل مع الشعور ده. عالم الاعصاب جيل بولت بيتكلم ان الشعور عمره في جسمي 90 ثانيه. انا نفسي اتخضيت من المعلومه دي. اللي بيطول الشعور ويقعده ساعات وايام وشهور هو تفكيري فيه، او غرقي في الافكار دي، او ان انا قررت انكره وما افتحلوش الباب. فعكس اللي الناس كلها فاكراه لو حسيت بالاحاسيس الوحشه هتعيش اكتر، بالعكس انا لما هفاليديتد هيكون عمرها جوايا اقل. تالت حاجة بقى، بعد ما اوافق اني مش كويس واتعامل مع الشعور، اقدر افضفض مع حد او اكتب كل اللي انا حاسس بيه عشان اكمل بروسس ان الشعور ده يعدي من خلالي بسلام، واكون فعلا كويس، مش مقتنع ان انا كويس.